ازاي اخس بسرعه وفي نفس الوقت اخس بشكل صحي. في الفيديو ده هديك 6 خطوات يخلوك تخس بسرعه وفي نفس الوقت ما يبقاش شكلك تعبان. واخر نقطه هي نقطه مهمه جدا ومن غيرها عمرك ما هتخس، وعشان كده انت مش بتخس لانك مش بتركز في النقطه دي. اول خطوه لازم تعمل تحليلين مهمين جدا، فيتامين دي والغده الدرقيه. لو الاثنين دول تمام فانت في السليم وتخش على الخطوه اللي بعديها. طب لو مش تمام لازم الاول تصلحهم وتعالجهم علشان هم بيأثروا تأثير مباشر في حته خساره الوزن بالنسبه لك. طيب طلعوا ان هم تمام، ابدا فورا ان انا اعمل صيام متقطع تدريجي. يعني ايه؟ يعني ابدا الاول في الصيام المتقطع مثلا ان انا اصوم 11 ساعه، بعد كده 12 ساعه، 13 ساعه، واقعد ازود تدريجي لحد ما اوصل ل 16 ساعه. ويستحسن كمان انك تكسر 16 ساعه يبقوا 17 ساعه مثلا. ده هيفرق معاك بشكل كبير جدا. طب ليه اصوم؟ اول حاجه الصيام هيسد نفسك بشكل كبير جدا جدا جدا، وهيقلل عدد ساعات الاكل اللي انت بتاكل بيها في اليوم، فبالتالي هتخس. تاني حاجه هيقلل الكريفنج للحلويات، مش انت دايما بتحس ان انت عايز تاكل حاجه حلوه؟ الصيام متقطع هيقلل موضوع الكريفنج ده جدا. تالت حاجه ان الجروس هرمون او هرمون النمو هيزيد والانسولين هيقل، فبالتالي الزياده العضليه عندك هتتحسن وفي نفس الوقت الدهون هتتحرق اسرع. فمهم جدا ان احنا نعمل صيام متقطع. غير ان الصيام المتقطع فيه ميزه رهيبه انه بيقلل الدهون من المناطق العنيده زي البطن والاجناب، ده غير ان التهابات الجسم نفسها بتقل. فكل المميزات دي تخليك تروح تجري وتعمل صيام متقطع على طول. تالت خطوه وهي خطوه محدش بياخد باله منها خالص، قبل ما تشيل من اكلك زود في اكلك. يعني ايه الكلام ده؟ وده كان دايما بيقولوه لنا في الكورس بتاع البي ان، هم اللي كانوا دايما بيقول لك اد بيفور سبتراكت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت دلوقتي شخص متعود ان انت بتاكل من بره، بتاكل كربوهيدرات كتير، بتاكل سكريات كتير، بتشرب ميه قليل، بتاخد صودا. طيب قبل ما تشيل الحاجات دي لازم تدخل حاجات تملى البوكس او معدتك علشان ما تحسش بان انت جعان. طيب يعني اعمل ايه؟ انت ابتدي زود شرب ميه، ابتدي زود خضار في اكلك، ابتدي زود بروتين في اكلك، ابتدي زود الفاكهه في اكلك، وبعد كده ابتدي شيل بقى الحاجات اللي ملهاش لازمه زي السكر، زي الصودا، كل العصاير، كل الحاجات دي ابتدي ان انت تشيلها من اكلك. بس ما تخضش جسمك مره واحده وفجاه اللي هو انا مش هاكل خالص، انا مش عارف ايه. دي اكبر غلطه. رابع خطوه، انت عارف الدهون معظمها بيتحرق ازاي؟ بيتحرق من النفس. النفس داخل والنفس خارج. عايز اوصل لايه؟ عايز اوصل ان انت طول ما انت قاعد بروتة الدهون مش هتتحرق بالشكل اللي انت عايزه. طول ما انت قاعد على الكنبه وبتعمل دايت بس ممكن تخس، بس مش هتخس بشكل كويس، وفي نفس الوقت مش هتخس الرقم الكبير اللي انت عايزه. لازم ان انت تمارس الرياضه. طيب نيجي بقى للسؤال الذكي، العب كارديو ولا حديد؟ لا، تعمل ميكس ما بين الاثنين، بس الحديد ليه اولويه. يعني بعكس ما انت فاكر ان الكارديو اهم من الحديد، لا دي مش حقيقه خالص خالص خالص. الحديد اهم من الكارديو. يعني ما تلعبش كارديو، لا تلعب كارديو 70% حديد 30% كارديو، لان كمان الحديد مش بس هيخسسك، لا ده هيخلي شكل جسمك مظبوط، هيقوي عضلاتك. كمان لو انت بنت هيخلي جسمك مشدود، مش هيخليكي بالكي، لا هيخلي مفيش ترهلات. فكره ان هو ما يبقاش عندك ترهلات في دراعك، ما يبقاش عندك ترهلات في رجلك، وهكذا. فمهم جدا ان احنا نتمرن خصوصا تمارين المقاومه او تمارين الحديد. خامس نقطه، اعمل لو كارب، مش تقطع كارب. في فرق كبير قوي بين ان انا اقطع الكارب وبين ان انا اعمل لو كارب. طب هو باختصار انك تقسم السعرات بتاعتك في اليوم بالطريقه اللي انا هقول لك عليها دي، من 25% ل 30% كربوهيدرات، وبعدين 35% فاتس و40% بروتين. وبعد كده تقعد تلعب في النسبه بتاعت الكربوهيدرات دي، انك تقللها لحد ما توصل من 15 ل 20، حاول ما تقلش عن كده، وتزود في البروتين وتزود في الفاتس. وده من احسن، او انا من وجهه نظري، او ده من وجهه نظري ان هو احسن نظام غذائي على الاطلاق، وهيخليك تخس بسرعه وفي نفس الوقت صحتك شكلها كويس وتحافظ على العضلات بتاعتك. نيجي بقى لاهم نقطه. طيب انا عشان اخس لازم اكل اقل من السعرات اللي انا بحرقها. طب انا ما اعرفش انا بحرق قد ايه في اليوم، واكل اقل منه بقد ايه. طيب انا مثلا بحرق في اليوم 3200 سعر حراري، ده المتوسط بتاعي، تمام. انا علشان اخس المفروض ان انا اقلل السعرات دي من 15 ل 30% بالكتير، يعني تقريبا اعمل عجز 700 او 800 سعر حراري. لو انت ما عملتش العجز ده، كل ده ملوش لازمه. انت اهم حاجه بالنسبه لك تكون عارف جسمك بيحرق قد ايه وتاكل اقل منه. غير كده عمرك ما هتخس. دي المعادله الرئيسيه. ولا ينفع معاك صيام متقطع، ولا ينفع معاك لو كارب، ولا التحاليل هتنفع، ولا اي حاجه. لازم تكون عارف جسمك بيحرق قد ايه وتاكل اقل منه. تاكل اقل منه بقد ايه؟ زي ما قلنا من 20 ل 30%، اللي هو تقريبا من 700 ل 800 سعر حراري على حسب وزنك وعلى حسب وزنك وعلى حسب الجول بتاعك وعايزين تخسوا في قد ايه. طب ازاي اعرف جسمي بيحرق قد ايه في اليوم بالظبط؟ هو ده اللي هخصص له الفيديو الجاي كله. فاعمل سبسكرايب،
فعل جرس التنبيهات عشان اول ما الفيديو يجي يوصلك على طول وتعرف انت جسمك بيحرق قد ايه وتاكل اقل منه. ما تنساش تعمل لي لايك واكتب لي في الكومنتات لو انت عايز تعرف جسمك بيحرق قد ايه في اليوم تقريبا. سلام.